الاتحاد يكتسح العدالة وحمد الله يدخل نادي الماء. الاتحاد يحسم تجديد عقد كورنادو لمدة موسمين. ماذا قال رومارينيو بعد الفوز على العدالة؟ حجازي: كل المباريات المقبلة نهائيات. حمد الله يتحدى رونالدو. حقق الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد فوزا كبيرا على نظيره العدالة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشان السعودي. وتقدم البرازيلي رومارينيو بالهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة السابعة عشرة بعد تلقي كرة عرضية من برونو هنريكي ليسدد ركلة مقصية رائعة في الشباك. وأضاف المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدفين الثاني والثالث لصالح الاتحاد في دقيقتين السابعة والثلاثين والسابعة والستين ليصل إلى هدفه رقم 100 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. وتابع إيغور كورنادو بالهدف الرابع للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والتسعين، ثم أضاف هارون كامارا الهدف الخامس في الدقيقة الثامنة والتسعين من عمر المباراة. وواصل العدالة المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد تلقي فهد الحربي بطاقة حمراء إثر الإنذار الثاني بداعي المشادة مع حمد الله والذي تلقى بدوره بطاقة صفراء. وشهد الشوط الأول إصابة لاعب العدالة أوديسون داكروز والذي غادر أرض الملعب عبر نقالة طبية ليشارك حسن الحبيب بدلا له في الدقيقة 23. وقدمت جماهير نادي الاتحاد لوحة فنية رائعة من المدرجات بتيفو احتفالي في الجوهرة المشعة بأبطال كأس السوبر السعودي. ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة من 16 مباراة ليحتل وصافة ترتيب دوري روشان السعودي بفارق الأهداف عن النصر المتصدر والشباب الثالث، بينما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير. كشفت تقارير صحفية في الساعات الأولى من صباح الخميس آخر تطورات ملف تجديد عقد البرازيلي إيغور كورنادو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من نادي الاتحاد. وينتهي عقد كورنادو مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق بعد دخوله الفترة الحرة دون أن تفعل إدارة الاتحاد بند التمديد لمدة موسم آخر. ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن النصر المتصدر والشباب الوصيف. وأكدت صحيفة الرياضية في عددها الصادر صباح الخميس أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اقترب من تجديد عقد كورنادو لمدة موسمين قادمين. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد اتفقت مع كورنادو على تجديد تعاقده بمبلغ مغاير عما تم الاتفاق عليه من قبل في بند أفضلية التجديد. انضم كورنادو لصفوف الاتحاد مطلع موسم 2021-2022 قادما من نادي الشارقة الإماراتي بعقد يمتد لموسمين فقط. وخاض النجم البرازيلي صاحب 30 عام 35 مباراة رفقة الاتحاد بجميع البطولات، حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف فيما صنع 15 آخرين، وحقق معه لقب كأس السوبر السعودي. علق البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد على فوز العميد الكبير أمام العدالة في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من دوري روشان السعودي. واكتسح الاتحاد ضيفه العدالة ب5 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري روشان السعودي. وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشان السعودي، بينما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر. وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة قال رومارينيو: سعيد بالفوز، وهو فوز مستحق بكل تأكيد. العمل الجاد دائما ما يأتي بالخير للفريق، وهذا ما حدث في مباراة اليوم. وبسؤاله عن روعة الهدف الذي سجله أمام العدالة قال: لا تتعودوا على هذا، هدف واحد في الموسم يكفي، وهدف اليوم يعد الأفضل في مسيرتي مع عالم كرة القدم. يذكر أن رومارينيو كان قد سجل الهدف الأول للاتحاد في مرمى العدالة من ضربة مزدوجة بشكل رائع. أبدى المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم اتحاد جدة سعادته الكبيرة بتسجيل ثنائية في الفوز على العدالة بخماسية نظيفة مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة عشر لدوري روشن للمحترفين. ووصل حمد الله للهدف رقم 100 في الدوري السعودي ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل لهذا الرصيد في 100 ومباراة واحدة فقط، كاسرا رقم النجم السوري عمر السومة ب 102. وقال حمد الله في مقطع فيديو للحساب الرسمي للدوري عبر موقع تويتر: سعيد جدا بوصولي إلى 100 هدف في 100 ومباراة كأسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز. وأضاف: إن شاء الله أعد الجماهير الاتحادية بتحقيق أرقام أخرى في القادم بإذن الله، شكرا لكم. وتقدم حمد الله لوصافة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 11 هدف بالتساوي مع كارلو جونيور نجم الشباب، وبفارق هدفين خلف البرازيلي أندرسون تاليسكا ب13.
اعتبر المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة أي مباراة يخوضها العميد في الدور الثاني من الدوري السعودي بمثابة نهائي. وقال حجازي في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد وملعب SBC: الحمد لله حققنا مكسبا مهما على أرضنا أمام العدالة بخماسية نظيفة، وأي مباراة بالدور الثاني هي نهائي بالنسبة لنا. وأضاف: دخلنا اليوم للفوز على ملعبنا حتى تكون لدينا استمرارية في الانتصارات لإسعاد جماهيرنا التي حضرت وجعلت شكل الملعب رائعا بلوحاتها، ومنحتنا حافزا كبيرا في بداية المباراة. وزاد: من المهم جدا حصد النقاط الثلاث في كل مباراة واللعب بعقلية انتصارية وبتركيز عال، وهذا مكسب اليوم. وتابع: استمراريتنا في الدوري سببها أننا قسمنا الموسم لمراحل ونمتلك لاعبين كبار ومميزين يمكنهم اللعب تحت الضغوط. وواصل: الجميع جاهز فنيا وبدنيا وذهنيا، لدينا رغبة قوية بأن نكون مميزين هذا الموسم ونركز على الفوز في كل مبارياتنا. وأرداف: دخلنا بطولة السوبر بتركيز وحققناها، والآن تركيزنا على الدوري وكأس الملك. واستطراد: الكل ملتزم على قدر كبير من المسؤولية ونرغب في تحقيق إنجاز، وهذا كله سهل. الأمور على الجهاز الفني والإدارة وقائد الفريق. لدينا 10 قادة في الاتحاد ولست وحدي، نعتمد جميعا على بعضنا البعض وهذه ميزة يمكننا تسيير الأمور بطريقة جيدة في غرفة الملابس. وختام: ليس هناك أي فرق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي. بالنسبة للمدرب نونو سانتو الكل يعمل بتركيز كبير في المنظومة. حقق الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد فوزا كبيرا على نظيره العدالة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشان السعودي. وتقدم البرازيلي رومارينيو بالهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 17 بعد تلقي كرة عرضية من برونو هنريكي ليسدد ركلة مقصية رائعة في الشباك. وأضاف المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدفين الثاني والثالث لصالح الاتحاد في دقيقتين 37 و67 ليصل إلى هدفه رقم 100 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. وتابع إيغور كورنادو بالهدف الرابع للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 94، ثم أضاف هارون كمارا الهدف الخامس في الدقيقة 98 من عمر المباراة. وواصل العدالة المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد تلقي فهد الحربي بطاقة حمراء إثر الإنذار الثاني بداعي المشادة مع حمد الله، والذي تلقى بدوره بطاقة صفراء. وشهد الشوط الأول إصابة لاعب العدالة أديسون داكروز، والذي غادر أرض الملعب عبر نقالة طبية ليشارك حسن الحبيب بدلا له في الدقيقة 23. وقدمت جماهير نادي الاتحاد لوحة فنية رائعة من المدرجات بتيفو احتفالي في الجوهرة المشعة بأبطال كأس السوبر السعودي. ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة من 16 مباراة ليحتل وصافة ترتيب دوري روشان السعودي بفارق الأهداف عن النصر المتصدر والشباب الثالث، بينما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز ال15 وقبل الأخير.